فرنِك بقى بايظ أو ما عندكيش شواية وعايزة بقى تاكلي كبدة مشوية، يبقى تيجي معانا بقى نبدأ تجهيزات العيد، بصينية الكبدة المشوية الدايبة بدون فرن وبطريقة بقى جديدة. الجيران هتسألِك على الطريقة من ريحتها بس، وعايزة بقى أقول لِك لو أنتِ أول مرة تجربيها هتعمليها على طول. يالّا بينا بقى نشوف عملنا الوصفة الجامدة دي إزاي، بس يا ريت في الأول كده ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو، وكمان بتعليق على رأيكم بالوصفة، ويالّا بينا بقى نشوف عملناها إزاي. في الأول خالص كده معانا صينية، وطبعًا باحب أستخدم الصينية الألمونيوم مع الكبدة ومع اللحمة المشوية، وحطيت كده مكعب من السمنة، وأحلى حاجة بقى السمنة البلدي مع الكبدة، بصراحة بتودي الكبدة في حتة تانية خالص. وضفت كمان كده حوالي 3 معالق كبار من الزيت، وهنضيف دلوقتي معلقة كبيرة من اللي هي الضاني مقطعينها لقطع صغيرة. عايزة أقول لكم بقى إن دي بتبقى سر الصنعة كلها، وبيبقى سر الطعم والحلاوة بتاعة الكبدة في اللي هي الضاني. هنقلبها شوية لحد ما تبدأ كده تاخد لون ذهبي معانا. وبعد كده جبت 3 بصلات حجمهم وسط. بدأت طبعا أقطع البصل لحلقات يكون سمكها رقيق جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه. وطبعا تقدري تكتري كمية البصل على حسب ما انت عايزة، بس أنا بالنسبة لي 3 بصلات كانوا حلوين جدا. هناخد بقى البصل بتاعنا ده، ويلا بينا بقى كده علشان نضيفه مع اللي هي الضاني. عايزه اقول لكم بقى ميكس حلو كده، السمنه البلدي مع اللي هي الضاني بيدوا ميكس حلو قوي وريحه جميله جدا للكبده. وزي ما انتم شايفين بقى حطينا البصل مع اللي هي، وبدانا كده نديله تقليبه. عايزين البصله يا جماعه تدبل معانا، هنديها بس تقليبه حلوه كده. وطبعا النار بتبقى اقل من وسط علشان مش عايزين البصله تتحرق معانا. بعد بقى ما قلبناها كده وبدات تدبل معانا بالشكل اللي انتم شايفينه، هنا بقى هنضيف نص معلقه كبيره من الثوم المفروم. بصي، الكبده ممكن ما تضيفيش عليها بصل، بس اهم حاجه انك تضيفي عليها الثوم. الكبده بتحب الثوم جدا وبتحب الليمون. هنبدا كده بقى نخلط الثوم مع البصل لحد ما ريحته تبدا تظهر معانا. واول لما ريحته تظهر معانا تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. طبعا هي البصل والثوم بنقلبهم كده على النار، وفي الوقت ده او قبل ما ابدا بالبصل كنت جايبه كده كيلو من الكبده. عايزه اقول لكم الكبده بجيبها من عند الجزار، لازم احطها في الفريزر مش اقل من ساعه، علشان لما اجي اقطعها تتقطع معانا في منتهى السهوله. الكبده كده لو انت جبتها صبحه زي ما هي وبدات تقطعيها مش بتعرفي تتحكمي في التقطيعه بتاعتها، بس لازم تجيبيها وتحطيها في الفريزر شويه عشان لما تيجي تقطعيها تقطعها بالشكل اللي انت شايفاه. طبعا قطعه الكبده قطعتها الاول لاربع شرايح بالطول، وبعد كده كل شريحه اخدتها وقطعتها لقطع يكون حجمها متوسط. مش عايزه يكون قطع الكبده حجمها صغير ولا كبير قوي، انا عايزاها بالحجم اللي انتوا شايفينه عشان تكون مستويه ودايبه معانا، وكمان ما تكونش بتشد معانا لما بنيجي نسويها على البوتاجاز. وعلشان كده نصحتك ان انت اول لما تجيبي الكبده من عند الجزار لازم تحطيها كده في الفريزر مش اقل من ساعه. وده طبعا الحجم بتاع الكبده اللي احنا عايزينه تكون متقطعه معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا بقى ناخد طبق الكبده ونروح بينا كده ونكمل بقيه الخطوات. ان احنا بناخد الكبده ونبدا نضيفها على البصل ونبدا نسويها مع البصل كويس. عايزه اقول لكم بقى خطوه مهمه جدا جدا في الخطوه دي او في المرحله دي، ان احنا في المرحله دي لازم نخلي النار عاليه جدا. انا عايزه الكبده تتشوح معانا وتاخد اللون الذهبي الجميل. انا عايزاها تكون كده ايه واخده اللون الذهبي الجميل من غير ما تنزل ميتها وتنشف معانا. طبعا ضفت بقى عليها الملح وشويه من الكمون وشويه من الكزبره الناشفه وكمان شويه من السبع بهارات. ما بضيفش بهارات اكتر من كده، هي دي البهارات اللي احنا عايزينها. هنقلبهم بقى مع بعض، وزي ما قلت لكم النار لازم تكون عاليه جدا لحد ما بنشوح الكبده وتجينا باللون الذهبي الجميل. طبعا تشويح الكبده ده مهم جدا لحد ما بتاخد معانا اللون اللي احنا بنشويها مثلا في الفرن او بنكون بنشويها على شوايه. شايفين هو ده اللون اللي احنا عايزينه، كانكم شاويينها في الفرن بالظبط كده. خلاص ده اللون اللي احنا محتاجينه. يلا بينا بقى نكمل بقيه الخطوات. عايزه اقول لكم بقى ان انا برضو كنت جبت في الاول كده حوالي 3 من الفلفل الحراق الاخضر وقطعته لقطع صغيره. وعايزه اقول لكم برضو الفلفل الحراق بيدي طعم جميل جدا ومميز قوي مع الكبده، بس تقدري طبعا تستغني عنه. وكمان جبت قطعه من الفلفل الاحمر قطعتها لقطع صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه. هناخد بقى الفلفل
الفلفل الاخضر الحراق مع الفلفل الاحمر، وهنبدا نضيفهم على الكبده. بس خدوا بالكم بقى، بعد ما شوحنا الكبده وحمرناها لازم بقى نهدي النار عشان مش عايزين الكبده تتحرق معانا. اول لما ضفت كده بقى الفلفل بدات كده على نار هاديه اقلبهم يعني شويه لحد ما يبدا مثلا ايه يتبالوا معايا، يعني حوالي دقيقه بس. وبعد كده بقى جبت 3 وحدات من الطماطم، طبعا غسلهم كويس، وهبدا بقى اقطعهم لحلقات. خدوا بالكم، في ناس كتيرة قوي يقولك احنا مش بنحب الكبدة ناكل او نحط يعني مع الكبدة الطماطم، لان الطماطم بتزفر الكبدة. عايزة اقول لكم المعلومة دي مش صحيحة خالص، بالعكس الطماطم بتدي نكهة مميزة جدا مع الكبدة. وعايزة اقولك كمان ان هي بتديها كده نكهة مختلفة. بس طبعا تقدري انك تستغني خالص عن الطماطم وما تحطهاش مع الكبدة لو انت عايزة، بس انا بالنسبة لي بتديها نكهة وطعم جميل جدا ومميز قوي، وبتديها كده زي تسكيرة حلوة كده مع الكبده. هنبدا كده نقلب الطماطم حوالي دقيقه او دقيقتين لحد بس ما بتدبل معانا وتجينا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. بقى عندك احلى صينيه كبده دايبه مشويه، ولا دخلتها بقى فرن ولا حطيتيها على الفحم. وعايزه اقول لك بقى مفيش احلى من صينيه الكبده الدايبه المشويه دي في فطار يوم العيد. احلى حاجه بقى تقدري تفطري بيها، وطعمها جميل جدا. وتقدري طبعا تقللي الكميه لو انت محتاجه تعملي نص كيلو من الكبده او ربع كيلو. ولو عندك كمان كبده مجمده تقدري تعمليها بنفس الطريقه بالظبط. وعايزه اقول لك كمان حاجه، لو عندك كبده الفراخ تقدري برضو تعمليها بنفس الطريقه، هيبقى طعمها وريحتها مميزين جدا. هنا بقى غطيت كده على الكبده علشان بس تفضل سخنه معايا لحد وقت التقديم. وتعالوا كده مع بعض بقى نفتح الكبده اوريكم شكلها عامل ازاي، تحفه. بصي بقى، يعني انسي اي طريقه عملتي بيها الكبده قبل كده وجربي الطريقه دي، هتنبهري فعلا بيها. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. كان جالي قبل كده تعليق لما نزلت الفيديو ده يعني على منصه تانية، بتقولي هو فين البصل يا مولي، انا مش شايفاه. البصل بقى لما شوحته كده وحطيته في الاول داب يا جماعه، داب كده ومستوي جدا مع الكبده. يعني زي ما قلت لك ميزه الطريقه دي، لا بتحس بطعم البصل ولا بتحس بطعم الطماطم ولا بتحس بطعم حاجه خالص، كل اللي بتحس بيه هو طعم الكبده وبس. طبعا هنا بقى زينت الكبده كده بشويه من البقدونس، وطبعا اهم حاجه مع الكبده هي الليمون. تقدري طبعا تعصري ليمونه مع الكبده، بس انا بصراحه بحب اعصر الليمون وقت التقديم لما بنيجي ناكل السندوتشات. تعالوا بقى كده نقطع الكبده واوريكم قد ايه هي دايبه من جوه، مش بتشد معايا خالص، وكمان مستويه قوي قوي قوي. وكنت عايزه اقول لكم كمان معلومه، ان انت لو سبتي الكبده وقت طويل قوي على النار بتشد طبعا معاكي، وبتكون النتيجه سلبيه مش كويسه خالص. طبعا الكبده احلى حاجه معاها كده العيش البلدي مع الجرجير، بيدوا طعم حلو جدا ومميز قوي. وزي ما قلت لكم بحب اعصر عصير الليمون وقت التقديم زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى في الوصفه الجامده دي؟ انا طبعا محتاجه ارائكم تحت في الكومنتات، الوصفه دي تستحق كام على 10؟ لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وربنا يحسن ما بين ايديكم بالف هنا وشفا. ويا ريت مره تانية ما تبخلوش على الفيديو بلايك وتعليق برايك، وكمان ما ننساش في الكومنتات الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يلا قدموها بالف هنا وشفا، وباي باي.